رشاشة كل اصبع بدينا، كل اصبع بدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب وبنات. بحمد الله افتتحنا صفحتنا قبل سنة من هسه وانتشرت بسرعة من أول دقائق. طبعا سبب تسمية الصفحة بعراق We Love You هو كان اكو جروب اسمه عراق We Hate You، وطبعا العراقيين وغيرتهم ما يستحملون يشوفون واحد يحكي على بلدهم، فيدخلون ويسبون ويشتمون باللي مسوي الصفحة. وطبعا صاحب الصفحة حاول يشعل الفتنة من خلال دعم انفصال كردستان من العراق، وهذا كله كذب. والأكراد ما يشرفوا لهم هيك واحد يكره بلده، لأن احنا وحدة واحدة وماكو أي كردي أو عربي يكره العراق إلا إذا ما عنده غيرة وشرف. فتحت الصفحة الساعة 12:30 بالليل بتوقيت بغداد من يوم 23/6، ونشرت الصفحة بكل الصفحات اللي كنت أعرفها بوقتها اللي ما يزيد عددها عن 10 صفحات، اللي منها يا بدروح، بغداد، لا بالله، المزارعين العراقيين، وحديقة أنا، وغيرها من الصفحات اللي هم مشكورين وساعدوني أخويا وصديقي علي، وخليته أدمن وياي قبل ما أنام بهذا اليوم، لأن هو عايش بأمريكا ويقدر يقعد الليل كله ويراقب البيج. ونمت ورا ساعتين وكان العدد بحدود 100 عضو، وخليت البيج على علاوي. ثاني يوم قاعد الساعة 11 الصبح، وكانت المفاجأة وصل العدد 1000 عضو خلال هاي 12 ساعة. طبعا أنا كنت أبد ما متوقع وما متصور العدد حيزيد لهالدرجة. وأول ما شفت هيك بديت بالحملة اللي كنت أريد أسويها، وهي أنه أنبه ما حد يدخل عليهم ويسحبون المشاركات منهم ويسووا لهم ريبورت بس ونطلع. اللي أقصد هو على بيج عراق We Hate You. وظلينا على هالحالة أنا وصديقي علي نسوي حملة كل يوم، ننزل صور توعية وتنبيه وشلون الناس تسوي ريبورت، والعدد كان يستمر بالزيادة. وقاموا هواي ناس يدعموني مثل آدمن صفحة يا بدروح، وعدايكو هو هم ساعدني بهالفترة، وهواي شباب ما أريد أذكر أسمائهم لأن هواية وأخاف أنسى أحد منهم. طبعا كلهم مشكورين وكلهم ما قصروا ما عدا صفحة بغداد، وما أريدهم يزعلون مني، بس أول شي وقفوا ضدي وما أعرف شنو الأسباب، وما قبلوا ينشروا لي، يمكن لأن كان عندي حماس زايد وأنشر الصفحات هواي. وبعدين شباب هواي قاموا يروحون وينشرون يمهم ويقولوا لي سووا لنا بلوك، وما أعرف إلى حد الآن شنو الأسباب. المهم بعدين حكيت ويا الآدمن مالتهم، أتصور كان اسمه أحمد، وتفاهمت ونشر لنا هواي وساعدنا وراها، والحمد لله ما قصر ويانا. وصل عددنا 3550 خلال 4 أيام، وظلينا نسوي حملات وريبورتات على البيجات مال كارهي العراق، وقدرنا نقلل عددهم. طبعا البيج مالتنا صار بيه هواي نشاط، وفتحنا تشات وكوما ناس قامت تدخل للبيج ويشاركون وحتى يساعدونا بالنشر. خلال 6 أيام وصل عددنا 4500، وكان معدل الزيادة تقريبا 500 عضو باليوم. وبديت أنزل مواضيع بالبيج ومعلومات عن العراق، وأيضا ما نسينا الريبورت خلال هاي المواضيع. وطبعا خلال هاي الفترة كنا نتعرض لبعض الهجمات من الصفحات المعادية، وكانوا شباب البيج ما يقصرون ويتم طردهم مثل الكلاب بسرعة. خلال الشهر الأول قمنا نسوي مسابقات ونسوي من خلال الحملات، وإحنا أول صفحة عراقية على الفيسبوك تسوي مسابقات ثقافية وأسئلة عامة وألعاب وغيرها من الشغلات اللي تساعدت بانتشار الصفحة على أكبر مجموعة من العراقيين على الفيسبوك. وأيضا خلال هذا الشهر كنت دائما مراقب بالشات بس ما أحكي، وشفت بنية اسمها فرح 24 ساعة فاتحة، ومن أسلوبها الحلو بالدفاع عن العراق وشخصية قوية، وأنا ما حاكي وياها أبد ولا شايفها ولا شايف شكلها أصلا. دخلت عليها وكان يصير هيك الحكي. هذا العراق يظل شمس ما يطفى نوره، لازم يعود بحيله مسوي على سوره، ترجع الدنيا معجبه وتريد بس الصاحبه، بعيونها تبوسه تجي وتاخذ له صوره. ما يطفى نوره، ترجع الدنيا معجبه وتريد بس الصاحبه، بعيونها تبوسه تجي وتاخذ له صوره. بغداد حبك بالقلب
شمالك جنوبك والوسط كلك وطننا، وبيوت كل اهلك ترى بيوت اهلنا، مثلك ولا شفنا بلد دورنا ما لقينا بد، لو نطلب عيونه يجوا ينطيه النا، ما يطفى نوره ترجع الدنيا معجبة وتريد بس الصاحبة، بعيونها تبوسه تجي وتاخذ له صورة. يا عقال راس اهل الفخر واهل الشهامة، يلبيك كل ذرة رمل عزة وكرامة، نضوي لك دروبك شمع من عينك النشف الدمع، ما يلوق لك غير الفرح والابتسامة، ما يطفى نوره ترجع الدنيا معجبة وتريد بس الصاحبة، بعيونها تبوسه تجي وتاخذ له صورة. وبعدين فرح شوي شوي تعلمت، وطبعا ثاني يوم الصبح قعدت اتفاجأت باللي منزلته، وكلش حلو كان شغلها وبالبيج، وتعرفنا على بعض أكثر وصرنا أكثر من إخوان. وخلال نفس هذا الشهر قام واحد يدخل البيج بس يحشش وينصب على الناس بس بأسلوب حلو وينزل مواضيع كلش حلوة. المهم ظلينا نراقب اني وفرح، كان اسمه غريب جيرمي. المهم حكيت وياه باسم البيج وكان يطلع دكتور ومبين عليه خوش ولد. ورا مدة فكرنا اني وفرح نسوي ادمن، وسوينا ادمن وتعرفت عليه بعدها اكثر واكثر، وطلع وردة مال الله، من اكثر اصدقائي اللي مأمن بيهم وما شايفهم بحياتي. وطبعا بعدها كلش عجبتني مواضيعه، ونزل مواضيع بالبيج من احلى المواضيع اللي نزلت الى حد الان، وكانت الناس تتفاعل وياه كلش. وطبعا كنا ننزل باسم البيج وما حد ينزل اسمه ابدا. طبعا وراها سوينا احتفالية مال الشهر الاول على مرور البيج، اغاني واكل ونصب وتحشيش كله بالبيج، وهواية ناس شاركت ويانا واذكر منهم اسماء ما انساهم ابدا، مثل فيصل السامرائي، عبد الملك، ربع علي، ملكة الاحساس نورسين، مروى الكنعاني، علي اللامي، احمد حميد، محمد الوتار، حسين المختار، وهواية اسماء ما اذكر وما اريدهم يزعلون من عندي، لان هم يعرفون نفسهم ومشكورين وما قصروا بالبيج، وكان اكو بالبيج حوالي 10,000 مشترك ويانا. طبعا ورا هذا الشهر وورا ما جمعنا هذا العدد تشاركنا مع صفحات عراقية بنشر فيديو اني سويته للتوعية من البيجات المعادية، وسوينا لهم ريبورت بمشترك بيوم واحد من أكثر من صفحة عراقية، من ضمنها صفحة بغداد وأكبر تجمع ولاب الله وغيرها. اعذروني ترى كوما أسماء ما أقدر أذكرها كلهم، وكلكم مشكورين ما قصرتم ويانا. طبعا ورا هذا الهجوم سدينا 4 صفحات وما بقينا ولا واحد بيهم، والحمد لله اجانا خبرهم ورا 3 أيام من الهجوم وخلصنا من هالقصة. وراها اجا رمضان وصارت المسابقات، وكنت اني اسويها بوحدي، لو اني وفرح، اني انزل واعلن وفرح تجيب الاسئلة. طبعا ايام ما تنسي، ونسة مو طبيعية، ومروان هم هواي ساعدني بالاسئلة واعتمدت عليه اعتماد كلي وما قصر ابد، بس شو اسوي للامتحانات والطبية دمرته. هم كان مرات يسويها بوحده وكلش تابع البيج، وفرح كل يومية تبزع وتريد تبطل، واقنعها يا بعد لي بدلي صدق كذب تعوفيني وحدي، وترجع ورا يوم. طبعا وراها اختارينا كم شخص نسويهم ادمن، مثل علي اللام اللي كان مصمم الصفحة واللي سوالنا الموقع الرسمي للصفحة، وملكة الاحساس نورسين، وزهراء